ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة نيمو دايز. وحشتوني جدا جدا. النهاردة زي ما انتم شايفين كده عملنا طبق محشي، انما ايه حكاية، كله ني في ني. وخدنا من كل انواع المحشيات كده حاجات بسيطة وجميلة وطعمها حلو جدا. بحب اما بعمل المحشي اعمل كله مع بعضه بكميات صغيرة، ما بعملش كميات كبيرة، ولكن الطعم بيبقى حلو جدا. يلا بينا نشوف طريقتنا الحلوة. بس قبل ما نشوف الطريقة ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده كان عندي حبة بدنجان صغيرين جدا، وعندي هنا فلفل، وجبت كزبرة على البقدونس على شبت على نعناع، الخضرة يعني بتاعة المحشي. هنا زي ما انتم شايفين كده قطعت بصلتين كبار فرمتهم. تمام. وهنا عندي الطماطم ضربتها في الخلاط، طبعا من غير ميه من غير اي حاجه. اوكي. وهنا طبعا الخضره قطعتها زي ما انتم شايفين كده. وهنا عندي 4 فصوص من الثوم. وهنا البهارات بتاعتي عندي بابريكا، وعندي بهارات لحمه وعليها حبه كمون وفلفل اسود وملح، وعندي هنا مرقه دجاج. اول حاجه زي ما انتم شايفين هحط البصل. تمام. طبعا هنا انا عاملاه كله ني في ني، ما عملتش الخلطه على البوتاجاز ولا اي حاجه. تمام. وانا كنت عامله المحشي قبل كده، كنت عامله الخلطه على النار مسبكاها يعني ضلمه، لكن هنا كله ني في ني. حطيت البصل وحطيت عليه الخضره بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين، وهحط عليه حته الثوم. طبعا مش قادره اقول لكم الثوم بيفرق قد ايه في المحشي، بيدي طعم وريحه تحفه. وهنا الطماطم بتاعتي كلها هحطها كده. طبعا انا مش مصفياها ومش حاطه معاها ميه، ضربها في الخلاط كده زي ما هي. وهنا زي ما انتم شايفين كده بقلب كله مع بعضه. بعد كده نزلت بالبهارات بتاعتي وهقلبهم كلهم كويس جدا مع بعضيهم. طبعا الرز على حسب المقدار اللي انتوا هتعملوه. تمام. انا طبعا ما بكترش الرز لان انا بعمل حبات صغيره، ما بكترش. هنا انا حطيت كوبايتين كبار من الرز. تمام. هبتدي اقلبهم كويس جدا مع بعضيهم. طبعا لو حسيت ان الطماطم بهتانه معايا محتاجه تاني تبقى لونها احمر، بحط معلقه صلصه. اوكي. وهنا زي ما انتم شايفين هحط حوالي نص كوبايه من الزيت. تمام. نص كوبايه صغيره طبعا مش كوبايه كبيره. اوكي. وهبتدي اقلب كويس جدا كده مع بعض. طبعا الزيت بيديله لون حلو جدا، ولازم يكون يعني زيت، يفضل يبقى زيت حلو اللي هو عباد الشمس، بيديله طعم حلو جدا برضو. هنا انا قورت البدنجان وهبتدي احشي كده واحده واحده زي ما انتم شايفين. تمام. هنا طبعا بوريكم اللي انا مش بحشي البدنجان لاخره. تمام. لان الرز بينفش جوه البدنجان، فانا مش عايزه الرز ينزل من البدنجان بتاعي. هنا زي ما انتم شايفين كده انا خلصت البدنجان بتاعي، عملت الصينيه بتاعتي. تمام. وهبتدي احشي بقى الفلفل. اوكي. برضو الفلفل مش بملاه على اخره عشان الرز ما يقعش منه. هنا زي ما انتم شايفين كان عندي طماطم، طبعا قورتها كده من جوه، ببتدي احشيها، بتبقى طعمها حلو جدا في المحشي.
وشكلها بيبقى جميل جدا. هنا كملت طبعا الصينية بتاعة الفلفل بالطماطم. تمام. بعد كده قورت بطاطس زي ما انتوا شايفين كده، وكملت بقية الرز حطيته جوه البطاطس. طبعا البطاطس نية، وحطيت من فوق الوش زي ما انتوا شايفين كده زبدة. وببتدي دلوقتي اسخن مية اهو، وهبتدي احط المية على البدنجان بتاعي. المية لازم تكون سخنة طبعا. وادي الفلفل والطماطم وبرده البطاطس، وهبتدي اسويه في الفرن. طبعا البايركس بدخل على طول في الفرن، لكن الصينيتين التانيين سويتهم على يعني على البوتاجاز من فوق. بعد كده دخلتهم في الفرن. بعد كده بحمر طبعا من فوق زي ما انتوا شايفين. ده الشكل النهائي بتاعه. بجد طعمه كان تحفة وسهل جدا وجميل جدا وما خدش وقت خالص. وبالهنا والشفا علينا. يا رب الفيديو بتاعي السريع ده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم قوي.